لا عبد الشافي بيرفع ولا حازم امام بيرفع، بينما اداء رفيع وراقي لنادي بتروجيت في الشوط الثاني مقارنه بالشوط الاول. ثاني من جديد احمد شعبان الى محمد ابراهيم المزعج. احمد شعبان، محمد كوفي دايما بيستلم بحركه، دايما الكره بتتحرك تحت رجله، فبالتالي ما بيكونش هدف ثابت للمنافس. ثاني اهو كوفي، لمسه الواحده على طول لكوفي بيكوي راس الحربه، بيعدي برجله الشمال بشكل كويس، لكن إيريك بيكوي هو اللي سافر لندن بسبب العلاج. ثاني محمد ابراهيم المقلق، مقلق قوي، مقلق قوي. الكره العرضيه خطيره، هدف اول عملوها خلصوها، وكمال علي يسجل اول اهداف اللقاء. كمال علي يسجل لبتروجيت. يا فرحه بتروجيت ويا فرحه جماهير السويس. 1-0 لسه بقول لحضراتكم انتظروا هدف. نحن على موعد مع احراز هدف لمين مش مهم، في مرمى مين مش مهم. بتروجيت باداء راقي وجميل من محمد ابراهيم لكمال علي يسجل على يسار عبد الواحد السيد اول اهداف اللقاء. 1-0 لبتروجيت، انتصار قد يكون الثاني تاريخيا لبتروجيت على مرمى وعلى فريق الزمالك. من هنا كانت البدايه. شوف الانطلاقه الجميله، بصوا شوف محمد ابراهيم بيعمل ايه، تحرك مروان للعمق وجاء من الخلف كمال علي في غفله من حسين ياسر وبعيدا عن تغطيه عبد الشافي ليكون اول اهداف اللقاء لصالح بتروجيت. 1-0 يا فرحه جماهير المدينه الباسله، يا فرحتهم نعم، خاصه عندما ياتي الانتصار على فريق كبير يتصدر الدوري.